ألف مبروك ألف مبروك، الزمالك يستحق بطولة الدوري. إيه؟ ما كسبش الدوري؟ امال ايه الزيطة اللي حاصلة من امبارح دي ايه يا جدعان؟ ايه الاحتفالات دي والزمالك هو من يواجه الصعاب، والزمالك بمجلس ادارته ما شاء الله كسب كهربة الاسماعيليه رغم كل المشاكل. او طبيعي تكسب كهربة الاسماعيليه المركز اللي قبل الاخير على الدوري، يعني انت لو ما كسبتش كهربة الاسماعيليه تكسب مين؟ هتكسب مين يعني؟ هو كل ما الزمالك يتعادل في الدوري هنبدأ بقى كأن احنا رايحين نحرر غزة؟ ما خلاص يا جدعان، الدوري لسه طويل يا حبيبي. إيه الاحتفالات المبالغ فيها دي من امبارح؟ وصفحة الزمالك واعلاميين الزمالك ويوتيوبرز الزمالك حاسين ان هم كسبوا نهائي كاس العالم. ده احنا لسه في اول الدوري، ولسه الدوري طويل طويل. فانتوا كل الاحتفالات دي عشان كسبتوا كهرباء الاسماعيليه 5-2، 5-2 وكسبتوا المصري في الكونفدراليه. ده يا ده انتوا نادي متحدي الصعاب جدا. ده انت على كده برشلونه المفروض كل يوم يصحى يتف على العالم. نادي مديون لطوب الارض، ووصل حالته الماديه ان هو بيأجر الكامب نو بيعمل فيه افراح عشان يسد ديونه. تمام، وفي الاخر بيكسب سبحان الله الدوري الاسباني كل سنه عادي ممكن يكسبه، وبيوصل لقبل نهائي دوري الابطال. اهدى اهدى على رئيس عبد الحفيظ، الدوري لسه طويل ولسه نفس. هنشوف اخر الموسم هتعمل ايه. زايد وعدي دماغ الفدائي اهدى. ماشي.